السلام عليكم. ازيكم يا فريندز؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معلش الغيبة طولت المرة دي، بس الظروف صحية طبعا غصب عني، بحاول ان انا اتعافى وكده بس بالبطيء. بشكركم جدا والله على كل دعواتكم، كل الامنيات بالشفاء يعني وصلت لقلبي. النهارده بقى لابسه الوان جديده. الجاكيت ده بتاع رجاله اصلا. فالجاكيت ده كان بتاع رجاله، كان فيه واحد يعني كان اخو جوزي مأجر شقه. ففي ناس نسيوا الجواكت بتاعتهم، فجوزي خد الجاكيت السليم واداني انا الجاكيت المنفوخ ده وقال لي البسيه. قلت طيب خلاص هعتبره اللي هو بتاع ستاتي والبسه وخلاص، رغم ان هو بتاع رجاله وناس قبضاي كده جتت وكده، واخدين بالكم وبايظ اصلا. بس قلت ان انا البسه برضه، يعني الواحد هيرمي يعني وخلاص، يعني يمشي حاله بقى، يمشي حاله في المشاوير اللي هي ايه في النص كده. طبعا حصلت احداث كتيره جدا الفتره اللي فاتت ديت. ابني ما راحش الحضانه. انا الايام ديت بحاول ان انا يعني اذاكر له اللغه العربيه علشان يبدا لسانه يتحرك على اللغه العربيه. طبعا الموضوع صعب جدا يعني. لسه هبتدي معاه ب ت. طبعا في ناس تقولك انت ليه ما علمتوش الاول العربي عشان يبقى سهل وكده، بس يا جماعه هو اصلا مش عايش في دوله عربيه، فعلشان كده لو انا كنت علمته العربي كان هحس ان هو منبوذ وسط الاصدقاء وهيحصل عليه عنصره كبيره، وخصوصا كمان هو شكله اسمر مش شكله يعني تركي صرف. فما حبيتش ان ابني يتعرض للمواقف ديت، فعشان كده حبيت لو يتعلم تركي الاول وبعد كده بقى يبتدي اللي هو يعرف الحروف علشان يقرا بقى القرآن، وعلشان خاطر كمان الاقي السند بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي انا اقدر ان انا اتكلم معاهم واحكي لهم ويحكوا لي. اسمها أنا مايا. ماما ايه؟ تكرر السؤال اللي ماما قلت تاني. ماما اسمها أنا مايا. تمام يا ماما، تشكرا يا ماما، شكرا يا ماما. فندم نيوك، لو ان الواحد لو ما كانش عنده قيم وعنده مبادئ مش هينفع هنا في الدوله. مش بقى يقول هي هتفرق في القرى، هتفرق في المدن والكلام ده، الدنيا خربانه في كل حته، واليوتيوب والتيك توك شاهد. تيك توك شاهد. فانا عايزه ان انا احمي ولادي، ان انا ازرع فيهم قيم جيده، قيم كويسه. مش مثلا ابني في يوم لا قدر الله لابس شنطه وحاطط مكياج زي الواد اللي شفته يعني في اسطنبول والكلام ده وصدمني، والحاجات دي كان من ضمن ناس الصدمات اللي انا صدمتها في تركيا. وعشان ما ادخلش في ما ادخلش في جناين الاقي الدنيا خربان، ما الدنيا خربانه يعني خالص. طبعا مش كل مره بتسلم الجره، يعني مش كل مره تلاقي الدنيا خربانه، وديت من ضمن المساوئ يعني ايه اللي الواحد يعني بيشوفها الفترة اللي فاتت ديت. من أكتر حاجة اللي استفزتني بصراحة في بعض المصريين الموجودين في تركيا هو إن هم مش عايزين يودوا أولادهم المدرسة، وعايزين يودوا يعني سواء بناتهم أو ولادهم تعليم منزلي. تمام. تركيا هنا ما فيش تعليم منزلي، في ممكن محو أمية بياخدوا يعني بياخدوا مناهج مخفضة شوية عن المناهج الحقيقية وكده، ده اللي أنا عرفته. بس ما فيش اللي هو التعليم المنزلي ده، لأن هم مش خايفين على أولادهم من الاختلاط. ممكن طالما الواحد خايف من دولة معينة أو خايف من تعليم معين أو كده، بتروحوا البلد ديت ليه؟ لازم الواحد اللي يروح بلد لازم يتقبل، يحاول هو يندمج اولاده وهو بتربيته وهو بقوته وهو في البيت، يقدروا يحموا اولادهم من الحاجات اللي هم ممكن يكونوا شايفينها في المجتمع ده. ففي ناس كتير حرمت عيالها من التعليم بسبب النقطه ديت. ليه يا جماعه؟ طيب الاوبشن التاني ايه؟ الاوبشن التاني اوروبا. الاوبشن التاني اوروبا. طيب ما اوروبا امر وادل يا جماعه، اوروبا وامر وادل. ف... 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 فمش لازم الواحد يعني، انا دي نصيحه للمصريين، لازم ان انتوا تحاولوا ما تبقوش ان انتوا المجتمع مقفول على نفسه. انتوا عندكم بنات يا جماعه، البنات ديت في يوم عايزه تتجوز، لو انتوا تفضلوا مقفلين على نفسكم ديت البنات دي هتتجوز ازاي؟ ديت يمكن من اكبر المشاكل اللي بتواجه الجاليه المصريه هنا، اللي عندها اللي هم كبروا شويه وعندهم بنات كبرت،
والبنات ده دلوقتي بقت عندها تفكير خاص، بقت دلوقتي عندها يعني نظام حياة مختلف. استحالة لا تقبل ان هي تعيش في مصر تاني، واخدين بالكم؟ فدي نقطة لازم نخلي بالها للناس المصريين ان هم عايزين يجوا تركيا. النقطة التانية بقى ان في ناس بتقول ان انا عايزة اجي تركيا علشان عايزة اوصل لاوروبا. يا جماعة ما فيش، الدنيا شد على الاخر. مش يسافر من تركيا لاوروبا الا لو كان معاه فلوس باليورو، يعني يمكن فوق ال100,000 يورو عشان خاطر محاميين، علشان خاطر يعرف يسلك في موضوع الهجرة، او بالطرق اللي هي الغير شرعيه اللي هي عن طريق التهريب والحاجات دي. ودي مخاطرها كتيره جدا، بيعرض الاب والام للاطفال للموت والتجار البشر والموت من السقعه والموت والحاجات دي يا جماعه. فليه نحط يعني اولادنا للطرق دي؟ يعني انتوا بتسمعوا طبعا عن الناس والاطفال والعائلات اللي هي بتمشي ويكون احيانا كمان عندهم الجنسيه التركيه ويروحوا عند اوروبا يا جماعه تهريب والحاجات دي كلها، او السوريين اللي هم بيسافروا بيعرضوا عيالهم لكده. والله العظيم حتى لو خدت، يعني بصوا، لو خدت انتقادات الدنيا مش متعاطفه، لان الدوله التركيه مهما كانت يعني وفرت كل الناس كل الحاجات للاجئين هنا، وفرت حاجات كتيره قوي، وخدت الناس دي خدت جنسيات. وبعد كده يا جماعه تهربوا لاوروبا، سواء بقى مش سوريين بس، ده جنسيات كتير. رايحين على ميجروس علشان نشوف في مانجا النهارده ولا لا. الواحده بتتباع ب60 و70، الواحده بس ب60 و70 ليره، موجوده في ميجروس بس اخيرا لقيناها، فرايحين نشوفه كده. عايزه اجيب اللي هي القلايه ديت، بس مش بصراحه انا مش عارفه هي ليها لازمه ولا لا. انا حاساها ليها يعني زي الفرن. الناس اللي عندها اللي هي القلايه ديت يا جماعه تقول لنا كده فايدتها، او يعني ايه فايدتها، يعني بصرف النظر عن الفرن هتوفر يعني بتسهل ايه بالظبط. انا حاساها اللي هي فرن بس عارف صغير. توشيبا ب20,500 20,000 ليره ونص. من احسن التلفزيونات اللي انا شفتها بصراحه، جودتها توشيبا في التلفزيونات وفي الشاشات عامه. يعني على فكره السعر مش مبالغ فيه قوي بالنسبه للحجم بتاعها. 58 بوصه. الترابيزات دي حلوه قوي والله، بتنفع يعني الناس اللي عندها جناين او الناس اللي عندها بارك في بيتها بتنفع، او في مصيف ب 11,000 ليره. يلا كراسي الواحد ب1000. الجواكت اللي هي موجودة ب600 ليرة. لا 600 ليرة، جودة معقولة يعني مش وحشة قوي. اللي عليا ده انا مشترياه مستخدم، مشترياه ب200 ليرة مستخدم. والله نيجروس بدأت تجيب بيجامات وحاجات كده، الواحدة ب600 ليرة. النهاردة كله ماسك في 600، مش عارفة ليه، بس حلوة يعني بيجامات. رحنا بقى عند القسم بتاع المفضل عندي. طبعا في حاجات جديدة والله ينزلوها هنا في القسم ده، حاجات الخشب والحاجات دي جميلة. الأسعار مش وحشة على فكرة، 70 و200. معالق جودة مش يعني أحسن ماركة اللي هي ماركة بامبو ديت، بس مش عارفة بامبو دي موجودة ولا لأ. Alalım. Baba bak. Gel buraya gidelim. Baba gel buraya gidelim. Alalım. Baba bunu almak Dur, istiyorum. alacağız bir dakika. Annen ne isterse onu alacağız böyle. Annenin ihtiyacı annen belirlesin. Baba ineyim. İnmek istiyorum baba. 69 الصغير 140
الواحد. الاسعار دي غاليه قوي يا جماعه والله. الحاجات دي مره واحده كده اسعارها يعني فرقعت بجد. Değerli müşterilerimiz, MoneyClub kartınızla tek seferde yapacağınız her 25 TL اسعار السمك. السمك على طول بيكون بتاع الاضاءه بتنور بالشكل ده. بصوا الاسعار عامله ازاي، دي 800 و900 وال430 600 والحاجات دي. هو ده السمك اللي احنا بنجيبه على طول. sayın müşterilerimiz kuru yemiş menümüzde hafif fıstığı kilogram fiyatını MoneyClub kartınızla 649,95 kuruş yerine 449,95 kuruştan Tamam. Mango. Sayın müşterilerimiz Osman بصوا يا جماعه، لقيت اخيرا المانجا المصريه. لو لقيت عليها رقم التليفون يبقى هي، ما لقيتش يبقى مش هي دي اللي انا عايزاها. المره اللي فاتت جيت ولقيت رقم تليفون مصري اهو. بصوا اهو، هي دي المصريه. بصوا اهي 010. Karıştırma. ايه ده دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا شفتها جديده في تركيا. مش عارفه بصراحه بتتاكل ازاي او ايه هي عباره عن ايه يا جماعه. ايه دي مش عارفه، بس من ضمن الحاجات الجديده. ده الاسود ده اللي هو الليفت الاسود ده برضو ما شفتوش في مصر. الليفت الاسود ده انا شفت الليفت ده بس اللي شفته في مصر. ده برضو شفته هنا. دي من ضمن الحاجات الغريبه اللي شفتها هنا. ده اللي هو اسمه ايه ده برضو من ضمن انواع الليفت برضو الموجوده هنا. وده البراسة للناس اللي كانت بتسأل على البراسة، اللي انا اول ما جيت تركيا كنت بحسبه فلفل اخضر، بحسبه بصل اخضر، بس طلع كرات. هو ده بطاطس صفرا. ده بصوا ده ملهاش علاقة بالبطاطا دي، ملهاش مثل الفرق. الأمبورة ده يمز. دي بطاطا يوك وزلدين. دي زي البطاطا بس بصراحة ملهاش طعم خالص، زي مختلفة خالص عن بتاعتنا يا جماعة اللي هي البطاطا ديت. بيسموها هنا البطاطس الحلوة. نوع من انواع البطاطس اسمه الكرمزي بطاطس. ده برضو اول مرة اشوف النوع ده. ميجروس بصراحة جايب حاجات اول مرة اللي انا اشوفها. ده ايه البطاطس ديت يا جماعة؟ اجيب لي واحدة او اتنين اجربها ولا ايه؟ هتطلع شكل طعمها عامل ازاي؟ دي برضو جديدة. بيقولوا عليها هي بطاطس تنفع مقلية، بس انا اول مرة اشوف الحمرا دي نظامها عامل ازاي. شفت برضو حاجات كده اسمها مشمولة. ايه دي؟ مش عارفة يعني ايه برضو. دي برضو من ضمن الحاجات الغريبة اللي انا شفتها النهاردة. والبتاعة دي مش عارفة ايه يا جماعة. ايه دي؟ مش عارفة. ميجروس بصراحة بيورينا الحاجات اللي اول مرة اللي انا اشوفها خالص، ومش عارفة ايه دي، فاكهة ولا ايه؟ مش عارفة يا جماعة ايه دي. ايه ده؟ مش عارفة برضو. اسمها ايه؟ بيمبينو. اسمها بيمبينو. النهارده كانت جولة بسيطة يا أصدقائي، لأن انتوا عارفين الشتاء مفيش فيه خروج جامد، بس أنا قلت ان أنا يعني أطلع معاكم كده شوية ونتكلم شوية، لأن كنتوا وحشتوني في نهاية الفيديو. أتمنى ان هو يكون عجبكم. متنسيش في اللايك وفي الشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني بإذن الله.